برشا يعتبروا اللي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكثر شخصية مكروهة في تونس، هذا حسب نتائج شركات سبر الآراء كيما سيغما كونساي، إمغود كونسلتينغ وغيرهم. رئيس حركة النهضة اللي توقف نهار 17 أفريل لقى برشا دعم من الدول في العالم كيما أمريكا، ألمانيا، تركيا، وصل حتى لماليزيا. في فيسبوك وتويتر وانستغرام التوانسة تشمتوا فيه، فما حتى اللي فرحوا وقالوا عيدنا عيدين. من جهة أخرى الإسلاميين اللي عايشين في تونس قعدوا ساكتين، لي زو ان جي والاحزاب شدوا ببوشتهم. رفيق عبد السلام نسيب راشد الغنوشي قال اللي ساحه سياسيه في تونس عندها عمل الوان، هذا خلى الاعلام يقول اللي راشد الغنوشي رجل عظيم، هو اكثر شخصيه مكروهه في تونس وكادريم ينجم يكون زعيم تونس في المستقبل. نسيب الشيخ قال زيده أي أحد له قدر أدنى من الإدراك لأبجدية السياسة والسياسيين في تونس والمنطقة العامة يدرك أن الغنوشي شخصية سياسية وفكرية من الوزن الثقيل، وأن كثرة الكذب والدجل والتحريض على بث روح الكراهية والسجن لن يغير من المعطيات الواقعة صلب شيئا. الوزن الثقيل اللي يحكي عليه رفيق عبد السلام ما ريناهش نهار 26 جويلية 2021 قدام مجلس النواب وقت اللي راشد الغنوشي عيط للجمهور نتاعو وقعد يستنى فيهم سوايع وحده في الكرهبه. ما ريناهش زيدا نهار 18 افريل بعد ما توقف لا صاروا لا مظاهرات ولا حرب اهليه كما حكى هو. الوزن الثقيل هذا ما ريناهش زيدا في مظاهرات 14 جانفي الاخرى اللي صارت في شارع حبيب بورقيبه، وحتى من الوزن الانتخابي نتاعو طاح من 1.5 مليون في 2011 ل 560,000 في 2019. الاخوان جاي نجموا يسبوا الاعلام قد ما يحبوا كما يظهر لهم، هانا رينا الوزن الحقيقي لراشد الغنوشي سور تيران في المواقف هذه.